إذا محتارين شو تطبخوا طبخة طيبة وسهلة فهاي الوصفة إلكن. وصفة جديدة وبتشهي وما بتاخد منكن كتير وقت. جربوها ومتأكدة رح تعجبكن. وإذا حابين تعرفوا شو مكونات الوصفة خليكن معي لنهاية الفيديو. يلا نبلش ومنقول بسم الله. عندي هون كيلو بطاطا قطعته لمكعبات ورشيت له ملح، ورح بلش اقليهم بزيت حامي وغزير. وهلأ حابة تخبروني إذا فيديوهاتي مع الموسيقى أحلى ولا بدون؟ اكتبولي بالتعليقات لأنه بيهمني تكون فيديوهاتي واضحة إلكم، لأنه في كم متابع كتبولي بالتعليقات إنه بدون موسيقى أحلى. وهلأ بطنجرة على الغاز رح ضيف نص كيلو من صدور الدجاج وقلبهم، وبس تغير لونهم بضيف عليهم ورقتين من الغار. ورح ضيف عليهم بصل مقطعته ناعم، ونص راس توم قشرته وقطعته لشرائح صغيرة، ورح ضيف فوقهم معلقتين سمنة. وهلأ رح ضيف الفليفلة الخضرا، ويلي بحب يقدر يضيف عليها فليفلة ألوان. وضيف الفطر. وهلأ رح ضيف البهارات، معلقتين ملح صغار ومعلقة زنجبيل مطحون ونص معلقة فلفل أسود ومعلقة كاري، وبضيف جزرتين مبروشين. وبحركن وبغطيهن حتى يستووا. وهيك صاروا جاهزين. يا ويلي على هالريحة شو بتشهي. وهلأ بحضر البايركس وبضيف عليه البطاطا المقلية وفوقن خلطة الدجاج، بخلطهم مع بعض كتير منيح. وراح ضيف عليهم شوي من جبنة الموزاريلا وهي اختياري، انتو فيكن تكتروا اكتر من هيك. وبدخلها على الفرن بس شغال من فوق حتى تدوب الجبنة. وهيك صارت جاهزة وريحتها بتاخد العقل وبتشهي. وأنا بقدمها مع المايونيز ومخلل الخيار وصحتين وألف هنا. سلام.